هل يعود الشباب؟ هل يسجل هدف التعادل؟ فيلانويفا تسديده، ممكن جول، ممكن جول. اوه خطيرة اللقطة الماضية، لكن هناك احتكاك ما بين لاعبي نادي الوصل. ايضا ماريانو دونجا الذي لم يعتبر من اللقاء الاول في بطولة كأس الاتصالات يتدخل مع اللاعب إدغار في اللقطة الماضية. ولعت المباراة. اوه لاحظ احمد ديدا، ولاحظ الدماء اللي تخرج من فم احمد ديدا. راح نشوف قرار حكم المباراة، هو الاقرب للقطة الماضية، بينما تدخل العقلاء الان في مسألة فضل الاشتباك في اللقطة الماضية. هل هناك كان في ضربة على احمد ديدا ام مجرد يعني اشتباك على مستوى اللقطة الماضية، على مستوى الالتحام مع الكرة؟ راح نشوف قرار حكم المباراة. لاحظ اللقطة، ولاحظ الكرة اللي ارتدت من احمد ديدا، ولاحظ القتالية في اللقطة الماضية. لاحظ هناك كان بالقدم، يعني ما كان اعتقد مقصود من اديلسون او إدغار. لاحظ اللقطة ممكن تظهر من هذه اللقطة، اشتباك كان ودربكة. عموما حكم المباراة عمار الجنيبي، ما الذي سيحتسبه؟ ما الذي سيخرج الآن؟ راح نشوف. عموما تستمر لحظات توقف هذه المباراة حتى يعالج احمد ديدا. عمار الجنيبي يطمئن على صحة وسلامة احمد ديدا، وبالتأكيد يعني يتحدث مع احمد ديدا على مسألة يعني تغيير فانلة احمد ديدا لانها يعني ممتلئة بالدماء. عموما نتمنى السلامة. مواجهات الوصل والشباب دائما ما تكون فيها مجموعة من الالتحامات، دائما ما تكون يعني حساسة، دائما ما تكون بطابع الديربي، يعني من الطبيعي أن نشاهد مثل هذه الأمور ومثل هذه الاحتكاكات التي يعني قد تحدث. وضع طبيعي، الشباب كان يبحث عن هدف التعادل في لقطة خطيرة. التحام كان مع أحمد ديدا على مستوى يعني اللقطة اللي كان يحاول انه يمسك كورته ويمنع لاعبين نادي الشباب من التسجيل في المرمى، لكن راح نشوف. عمار الجنيبي يستدعي عبد الله فرج، ايضا اعتذار من عبد الله فرج لاحمد ديدا، بينما عمار الجنيبي. عموما راح نتعرف. احمد ديدا يحصل على انذار، اذا ويكتفي ايضا حكم مباراة. يطرد الان إدغار بعد حصوله على الكرت الاصفر الثاني. إدغار دا سيلفا يحصل على بطاقة صفراء ثانية ويغادر ارضية الملعب. اذا انذار لأديلسون او لحارس المرمى احمد ديدا، وبعد ذلك ايضا انذار ثاني يخرج للاعب إدغار دا سيلفا، وبالتالي يغادر ارضية الملعب مطرود في الدقائق القادمة.